تخيل معايا واحد المشهد في البحر قدام السواحل الجزائرية، عشرات البواخر وناقلات الطاقة العملاقة مصطفى في المياه، وكل وحدة فيهم كتسنى الدور ديالها. ماشي مشهد عادي ديال الملاحة البحرية، ولكن علامة واضحة على واحد الحقيقة اللي ما كيهضرش عليها بزاف. العالم كامل اليوم كيتسنى يحمل النفط والغاز الجزائري. أولاً بانت بعض الصور اللي كيبانوا فيها قبالة السواحل الجزائرية بواخر وناقلات عملاقة مصطفى في البحر، في واحد المنظر اللي كيعكس الثقل الطاقوي الكبير اللي ولات كتملكو الجزائر في العالم. هاد السفن ماشي جاية غير من منطقة واحدة، بل من قارات مختلفة، وكل وحدة فيها كتسنى الدور ديالها باش تمشي نحو الموانئ ومحطات الشحن من أجل تعبئة النفط والغاز الجزائريين، خاصة في هذه الفترة اللي كيزيد فيها الطلب العالمي على الطاقة بشكل كبير. ومن بين أهم الموانئ اللي كتخرج منها هذه الشحنات الطاقوية كاين ميناء بورت أوف أرزو، وميناء بورت أوف سكيكدا، وميناء بورت أوف بيجايا. من هذه الموانئ الكبيرة كتخرج ناقلات ضخمة محملة بالطاقة ومتجهة نحو أوروبا وآسيا باش توصل ثروات الجزائر للأسواق الدولية. وكتشرف على هذه العمليات شركة سوناتراك اللي كتعتبر من أكبر شركات الطاقة في إفريقيا، وعندها دور كبير في إنتاج وتصدير النفط والغاز الجزائري. المشهد اللي كيبان في البحر ماشي غير حركة عادية ديال السفن، ولكن دليل واضح على المكانة المهمة اللي ولات كتحتلها الجزائر في مجال الطاقة في المنطقة، وخاصة في هذه السنوات الأخيرة، ومع التحولات الجيوسياسية اللي عرفها العالم وارتفاع الحاجة العالمية للغاز الطبيعي، ولات الطاقة الجزائرية عنصر مهم في معادلة الأمن الطاقوي العالمي. بمعنى بسيط، ملي قد تصطف البواحر قبالة السواحل الجزائرية، فهذاك يعني حاجة وحدة: العالم كيتسنى طاقة الجزائر.